طبعا احنا في الجو ده عايزين ايه؟ عايزين شويه حمص الشام. انا دول غسلاهم ومجهزاهم اهو. هعمل ايه بقى؟ هجيب حله نعمل بقى حمص الشام عشان الجو ده. نسلق الحمص. نعمل ايه بقى؟ نحط عليه ميه مغليه. بعد بقى ما حطينا الميه المغليه دي نسيبه لمده مثلا 4 ساعات، منقوعين في الميه كده 4 ساعات على جنب. وبعد بقى ما يتنقع الفتره ديت، تعالوا نشوف هنعمل. وبعد بقى ما نقعته الفتره دي كلها، رحت حاطه ميه بتغلي على النار، رحت حاطه فيها الحمص بتاعي. قعد نص ساعه يغلي كده لحد ما كان داخل على سوا شويه. ورحت كنت ضاربه قوطه في الخلاط حطيتها عليه. بصوا ما بياخدش وقت خالص، انت هتعمليه سهل جدا. حطيت بصلايه، حطيت حته توم، وقعدت اقلب شويه، وبعد كده حطيت شويه ملح. وسبتها بقى تاخد وتدي كده وتغلي شويه لحد ما توصل كده للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بدأت بقى احط الكمون واحط الليمون. ما خدش وقت خالص، واحلى من بتاع بره. بيروح يجيبوا الكوبايه بره ب 25 جنيه والكلام ده كله. انت هتجيبي ربع كيلو، هتجيبي كيلو نص كيلو ب 30 جنيه، وهتعملي حله قد كده تشربي بيها انت والجيران. فطلع تحفه، بصوا طلع تحفه. وسمكه جميل، لونه جميل، طعمه حلو جدا. حطي شطه براحتك، هتعملي احلى حمص شام في البيت ليكي ولولادك ولجيرانك ولاي حد بقى بتحبيه.